معايا 50,000 على صفحة ما اتحركتش منهم معزة. أمال بتشتكي ليه طالما أنت ما اتحركتش؟ عمال دوشنا ليه؟ طالما أنت مش عايز تعمل لنفسك كده، طالما ودنك بتقرصك. دول كلهم 10 15 ثانية على الفيسبوك. ما أنت طول النهار قاعد على الفيسبوك وبتقعد ساعتين وثلاثة قدام الماتش. مستخسر في عيالك 10 15 ثانية فيديو تطلب ترحيل اللاجئين عشان حالك يتظبط. انما لا، الحكومة. مين اللي غلطان؟ انا مش غلطان. فاكرين الحوار اللي انا كنت بقول ان العيل من البيت كبر لقى ماما وبابا كل واحد بيرمي الغلط على التاني؟ نفس الحوار. فهو كمان كبر بيرمي الغلط على التاني. الحكومة تمشيهم؟ مش هتمشيهم. مش هتمشيهم، مفيش حد هيمشيهم، احنا بس اللي نقدر نمشيهم. ليه؟ عشان معانا الشرعية، احنا الشعب، احنا مصدر السلطات. مشيتوا ورايا اهلا وسهلا، ما مشيتوش ورايا دي بتاعتكم. عيشوا وتعايشوا. انا اعرف اسلك. انا عشت في بلاد الحرامية، مش اعرف اعيش مع شوية معيحين. ما هي دي يا استاذة خديجة كلهم بيصوروا فيديوهات افعال اللاجئين، احنا خلاص عرفنا افعالهم. عايزين بقى نعمل الخطوة التانية، ترحيلهم. احنا اوريدي عرفنا الافعال، اوريدي عرفنا الفضايح والسفالة، وكل يوم الفيديو بيتعرض 100 مرة على الفيسبوك. احنا بقى عايزين نخطي المرحلة دي، مرحلة الشتايم وقلة الأدب وعايزين نخطي بقى المرحلة دي. فيديوهات طلب ترحيل اللاجئين، عزل الحكومة ومحاكمتها عسكريا، إلغاء التجنيس من 2010 وطالع. بص يا أستاذة بيان، يعني أستاذة بيان بتقول أستاذي ناس كتير ما عندهاش القدرة تعمل الفيديو. مع احترامي لحضرتك، أنا بركب المترو بلاقي واحد ماسك تليفون ثمنه مش أقل من 15,000 جنيه وجزمته ب 100 جنيه، ما تجيبش 100 جنيه. فالبلد كلها، البلد كلها معاها سمارت فون، واللي ما يعرفش يخلي واحد يعمل له الموضوع. انما احنا دايما عندنا العذر. ما هو انا ستات كتير قالوا لي نفس الكلمه دي. انا ما اعرفش والله يا ابني اعمل. خلي حد جارك يعمل لك. انا ست كبيره، اكيد ليكي ابن، ليكي حفيد، ليكي ابنه، ليكي جار. خليهم يعملوا وينزلوه لك. امال انت موجوده معايا على الفيسبوك ازاي؟ ما تعرفيش حد جارك يعمل لك ونزليها على الفيسبوك. انما احنا بنجادل، بنرمي الاخطاء على بعضينا، وشاطرين جدا في الشتايم وقله الادب. انا يعني شفت الفاظ طالعه من ستات انا اتكسف اقولها.